ده بيطرح سؤال يمكن يعني هيبان بعد كده، هي مسألة ما يطلق عليه التنظيم العالمي للإخوان المسلمين. إيه التنظيم العالمي هذا يعني رؤية حضرتك لهذه المسألة؟ هذا عمل عظيم. لا هو موجود يعني، هناك لا التنظيم موجود، العالمي. ولا امال ما بعت لمجلس الشورى العالمي عشان يعتمد. اذا كنت مرشد، ما انا بقاش مرشد لما هو يعتمد مجلس الشورى. يعني انا يختاروني في مصر ويظل يعني على اختيار بيندنج، يعني اختيار المرشد موقف عشان يبقى مرشد عام فلازم يوافقوا على هذا. فالنفاذ موجود، ولكن اسلوب حياته اسلوب راقي جدا. كل بلد فيها اخوان مسلمين وفيها تنظيماتها، من المراقب عام للمكتب كذا للشورى كذا، له سياسته الداخليه وحر فيها. احنا نحاول نتعاون سويا في السياسات الخارجيه بس. يعني هذا هو التنظيم العام. هنا هذا تنظيم يعني بهدف تلاقي الافكار، ولا لان برضو ايضا بتطرح فكره الخلافه، وان هذا التنظيم هو كنت بتاع الصحافه، ده كلام صحافه. انما احنا في بالنا خلافه، ولا في بالنا وحده الامه العربيه والاسلاميه باي صوره تكون. خدت بال حضرتك؟ فالتنظيم ده بيقوم بعمليات زي ما تقول تربويه ثقافيه، عشان نجتمع كلنا على فكر واحد ورأي واحد. المواقف العالمية يكون لنا فيها موقف واحد. يا أخي الكريم، وعلى فكرة العالم الغربي يعني مش نايم، صاحلنا جدا. عارف الندوة العالمية الشباب الإسلامي دي بعد ما قامت بأعمال عظيمة ورائعة في خدمة الشباب المسلم لا تهبطوها يعني. بعد ما كانت عالمية سعودوها بقت سعودية. وطبعا نشاطاتها